اللي هي ايه؟ الامان. لو شعور الامان ده اتضرب في اول فتره، الكلام ده بيعمل شرخ بيحتاج فتره علشان يتلم. الرساله اللي لازم توصل لها هي: انا جنبك، انت كنت عايشه مع اهلك طول عمرك ودلوقتي عايشه معايا، وانا هكون كل اهلك. والرساله دي علشان توصل صح يبقى محتاج تعمل الاتي: خليك كريم ماديا معاها طبعا على قد امكانياتك. البخل او الحرص الزائد هيخليها تخاف منك، وبلاش تبص على فلوسها لو حتى بتشتغل او حتى اهلها بيدوها فلوس، حتى لو انت محتاجها فعلا، وهي لما هتحس معاك بالامان هتديك عينيها. بلاش طبعا اهانه او شتيمه او معايره او ضرب. بلاش تشتكيها للناس مع كل مشكله صغيره تحصل ما بينكم. خليك بر باهلك، لكن اعمل ده من غير ما تظلمها او تيجي عليها. لو ظلمتها علشان خاطر اهلك هتحس انها محتاجه تتحامى في اهلها منك. اهتم بيها جدا وقت مرضها او وقت الحمل او وقت وفاة حد عزيز عليها. لو عندها مشكلة مع حد او مشكلة في الشغل، حاول تساعدها في حل المشكلة لو تقدر، وحاول تساعدها انها تجيب حقها. الحساب الدقيق والوقوف على الوحدة وقلب الترابيزة والانتقاد المستمر، كل دي حاجات ضد الامان والطمأنينة. ربنا يجعل في بيتكم الامان والطمأنينة.